وقع هنري عقد مع مدرب موناكو ساعتها أرسن فينجر، وظهر لأول مرة كمحترف في سنة 94 لما خسر فريقه 2-0 ضد نيس الفرنسي، وسجل الناشئ صاحب ال17 سنة ساعتها أول هدفين في مباراة رسمية ليه ضد لانس في الدوري. وأكيد طبعا ما خدش غير عدد دقايق محدودة جدا، ولكنه ساهم في ال8 مباريات دول ب4 أهداف. الموسم اللي بعده لعب 18 مباراة ولكنه ما خدش غير عدد دقايق بسيط جدا بيعادل 6 ماتشات مثلا، وقدر يسجل 3 أهداف، ولكن كل ده كان مجرد تسخين عشان ياخد خبرات بالتدريج، وده فعلا اللي حصل في الموسم اللي بعده. في سنة 96 أصبح هنري أفضل لاعب شاب في فرنسا لأنه بدأ ياخد وقت دقايق محترم، وطبعا في مركزه المفضل كمهاجم، وقدر يسجل 9 أهداف في الدوري يساهم بيهم طبعا في فوز موناكو بالدوري. يتم استدعائه لقائمة فرنسا للشباب المشاركة في بطولة أوروبا تحت 18 سنة، وبيصبح هنري القائد خلال الفئات السنية للمنتخب الفرنسي.